متابعينا الكرام، أهلا بكم وطابت أوقاتكم. مباراة ديال المنتخب الجزائري مع نظيره المنتخب الأردني سوف لن تكون سهلة وسوف تكون جد صعبة. المنتخب الأردني سوف لن يكون لقمة سائغة للمنتخب الوطني الجزائري، لأن مدرب منتخب الأردن مغربي، وكما هو معلوم الكرة المغربية جد متشابهة مع نظيرتها الجزائرية. كما المنتخب الجزائري كيشوف الأردن هو الحلقة الأضعف، كذلك منتخب الأردن ومدربه المغربي جمال السلامي كيشوف الجزائر هي الحلقة الأضعف بالمجموعة. لهذا المباراة لن تكون سهلة ولن تكون هينة على المنتخب الجزائري، بل على الطرفين معا. واللي كنشوف أنا المنتخب الأردني كيمتاز بالقتالية، واللي كيتفوق المنتخب الجزائري الأردني هو التجربة المونديالية، يعني عنده عدة لاعبين محترفين بأوروبا. إذا المنتخب الجزائري كيتفوق على المنتخب الأردني بالتجربة المونديالية ولاعبين محترفين بأوروبا. لهذا المباراة لن تكون سهلة، والمنتخب الأردني لن يكون لقمة سائغة أمام الجزائر. والوحيد الذي كان يكتسب تجربة مونديالية بكأس العالم داخل المنتخب الوطني الأردني هو المدرب المغربي جمال السلامي، حيث كان لاعبا للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم لسنة 98 ودخل كبديل في مباراة اسكتلندا. واحد الشهادة كان كيقولها يعني المدرب المغربي السابق، المدرب المنتخب الوطني المغربي السابق هنري ميشيل، أن أذكى لاعب داخل المنتخب الوطني المغربي هو اللاعب جمال السلامي، كأنه كان يتنبأ بالمدرب جمال السلامي سوف يكون مدربا في المستقبل. كان دائما مثلا يدخل كاحتياطي ويسد الثغرات داخل المنتخب الوطني المغربي. لهذا إخواني الكرام أشكركم كثيرا على المتابعة، ولا تنسوا الدعم للقناة. السلام عليكم ورحمة الله.